بيبدأ مسلسلنا مع بنت اسمها باو، وبنعرف إن أهلها ماتوا لما كانت صغيرة، واللي اعتنوا بيها وكبروها هم جدها وستها. وقبل ما تموت جدتها بتكون اتفقت مع عيلة كبيرة إنها تتجوز منهم، وبتكون بطلتنا معرفتش كل ده غير لما جدتها توفت. بعد كده بقى بتروح بطلتنا تقعد في مكان، وبتعرف إن اتعرض عليها شغل لكن في مدينة تانية، وبتقرر إنها توافق. ولما بتخلص باو بتكون نازلة بتقابل حبيبها القديم سو، وبيكون معاه بنت تانية، وبيسألها هي ليه مش بترد على مكالماته. فمش بترد عليه، بس هو بيحاول يوقفها علشان يتكلموا. فبتقول له ان كل اللي بينهم انتهى وان هو اللي اتخلى عنها. ولما بتوصل للبلد التانية بتقابل صاحبتها يان، وبنعرف ان يان دي من نفس العيلة اللي باو المفروض تتجوز منهم. وبنعرف كمان انها تروح تقعد معاهم في نفس البيت. ولما بيوصلوا البيت بتقابل يانج اخو يان، وبتفكر ان هو الولد اللي هتتجوزه، وبتفضل تبص عليه وبعدين بتمشي. بتقعد يان بقى مع باو في الحديقة بتاعت الفيلا، وبتسألها اذا كانت معجبة بيانج، بس هي طبعا بتنكر وبتقول لها انها ما كانتش قصدها تبص له او حاجة. وفي الوقت ده بيدخل شينج عم يان، وبتقوم باو تسلم عليه لكن هو مش بيرد عليها. وبنعرف ان هو ده اللي المفروض تتجوزه، لكن طبعا باو مش بتكون عارفه. بيدخل شينج البيت وبيقوموا البنات يدخلوا وراه، وبيجي اهل يان وبيسلموا عليهم، وبتدخل باو يان الاوضه. وبتلاحظ بطلتنا ان يان بتخاف من عمها، وبتسالها ليه بتخاف منه كده. فبترد انه دايما كان بيزعلها وهي صغيره، وكان بيعاقبها لو جابت درجه وحشه، وهي دايما كانت بتخاف منه. فبتقول لها ان ممكن يكون عمل كده بس علشان يخليها متفوقه في دراستها، وانه اكيد بيخاف عليها مش اكتر. وتاني يوم بتصحى باو وبتخرج علشان تروح شغلها، لكن بتقابل شينج في طريقها وبتكون متوتره جدا، وبتناديله بعمي زي ما يان بتقول له بالظبط. وبتخرج بعدها من البيت، لكن بتلاقي يانج ومعاه يان اللي بتطلب منه يوصل باو للشغل. وفي طريقهم بيكون يانج معجب ببنت قوي، فبيقرر ان هو ياخد راي باو وبيسالها يعمل ايه علشان تحبه، وهل في هدايا معينه ممكن يجيبها لها. فبتتضايق جدا من اللي بيقوله، لانها بتكون طبعا مفكراه بسباص، وانه لما يتجوزوا هيخونها. فبتزعل وبتخليه ينزلها على جنب. وبيجي لها مكالمه وهي بره، وبيكون حبيبها القديم. وبنعرف انها ارتبطت بيه شهرين بس، وبعدين سابته لما عرفت انه يتسلى بيها، لانها عايزه علاقه جواز واستقرار، ومش عايزه تضيع شبابها مع حد. بتكون بطلتنا بقى هتقع فجاه، لكن بيجي شينج وبينقذها. وفي البيت بتتكلم يان مع باو، وبتكون مفكره ان باو معجبه بيانج، لكن باو بتنكر ده. فبتسالها اذا كانت بتحب حد تاني او في حد في حياتها. فبتفتكر باو ولد كان بيساعدها كتير وهي صغيره، وكانت بتحبه قوي، لكن مش بتقدر تحكي ليان اي حاجه. بيجي بقى بعد كده مكالمه لباو من جدها اللي بيكون تعبان جدا، وبيطلب ان هو يقابلها. فبتروح له باو، وبيقول لها جدها انه كان عايز يطمن عليها بس قبل ما يموت. فبترد عليه بان الولد اللي عايزين يتجوزوها ليه مش بيحبها اصلا. فبيرفض جدها الكلام، وبيقول لها ان هو اللي متفق معاهم بنفسه. وتاني يوم بيجوا اهل يان، وبنعرف ان يان ما كانتش تعرف اي حاجه عن الموضوع، وبتتفاجئ جدا من اللي حصل. وبيطلب الجد من باو انها تفرج شينج عن المكان، وبعدها بتعرف من شينج كل حاجه، وان هو العريس اللي متقدم لها واللي متفق مع جدتها على كل حاجه مش يانج. وبتكون باو مصدومه. بتعتذر بعدها يان من باو، وبتقول لها انها ما كانتش تعرف، وكانت بتحاول تقرب يانج منها. بيتفقوا بقى بعدها على كل حاجه بسرعه، وفعلا بيتم الجواز. وبعدها بتروح باو تعيش معاهم في بيت يان تاني. وتاني يوم بيجي لباو رساله من شينج انه هيتاخر في الشغل، وانها تاكل وتنام وما تستناهوش. وبالليل بيجي شينج من الشغل، وبتشوفه باو وبتطلب منه تنام في اوضه تانيه، فبيوافق وبيسيبها على راحتها. تاني يوم بقى بتنزل علشان تفطر، وبتلاقي الخادمه بتعاملها انها صاحبه البيت كله، وبتقول لها تنادي لشينج علشان يفطر معاهم. ولما بتروح باو لشينج بتكون بتقول له يا عمي، ولما بيسالها بتناديله كده ليه، بتقول له انها اتعودت تناديله زي يان، وانها مش عارفه تستوعب انها تناديه باسمه. وبيروحوا يفطروا سوا، وبتكون متوتره جدا. ولما بتخلص اكل بيقول لها شينج انه هيوصلها، لكن هي بترفض وبتمشي بسرعه. وبعد ما بتخلص فطار بتروح على الشركه اللي بتشتغل فيها، وهناك بتكون مديره الشركه اتغيرت وجات واحده تانية، وبتكون بتعامل باو وحش جدا، وبتديها شغل اضافي، وبتقول لها انها تفضل في الشغل لحد ما تخلصه. بعد انتهاء شغل شينج بقى بيقرر انه هيروح يشتري ورد لباو، لكن بيجيله رساله منها انها هتفضل في الشغل لحد بالليل، وبتطلب منه ان هو ياكل وما يستناهاش. وبعد كام يوم بتقرر انها تسكن في شقه تانية قريب من شغلها. ولما بتوصل للبيت علشان تلم هدومها بتعرف الخادمه كل حاجه، وبترفض كمان انها تستنى لحد ما شينج يجي. لكن في طريقها بقى بيوقفها ضابط مرور، وبيديها مخالفه علشان مش لابسه الخوذه، وبيطلب منها انها تتصور بيها وتتكلم قد ايه عن انها ضروريه. وعند شينج بيشوف البوست اللي نزلته باو، وبيكون متابعها على طول، لكن مش بيعمل لها لايكات ولا كومنتات. وبعد شويه بتيجي الخادمه وبتقول له ان باو سابت البيت، وانها نقلت في مكان اقرب لشغلها، وبيتضايق شينج انها ما خدتش رايه. وبالليل بتكون يان مع باو، وبيجي شينج وبيطلب من يان تسيبهم لوحدهم. وفعلا بيتكلم شينج مع باو، وبيسالها ليه بتبعد عنه باستمرار. فبترد عليه انها مش بتبعد ولا حاجه، وان كل الفكره ان بيبقى عندها شغل. فبيسالها وفي الاجازه بتقول له ان الاجازه بتقعد ترسم، وبرده اغلب الوقت مش بتكون فاضيه. وبيحاول ان هم يظبطوا يوم سوا، لكن هي بترفض. فبيقول لها ان كده ما ينفعش، وانها لازم تقرب منه وتفهمه، وانها ما تبعدش نفسها كل شويه عنه زي ما بتعمل، لان ده هيأذيها. فبتقرر باو انها ترجع معاه البيت من تاني. وبنلاحظ من تصرفات شينج انه معجب بيها، لكن مش عايز
يجبرها على اي حاجه وعايزها تحبه بارادتها. وبعد شويه بتنام باو وبيخلص شينج الشغل وبينام هو كمان. وتاني يوم الصبح بتصحى باو قبله، لما بتحس انه هيصحى بتعمل نفسها نايمه وهو بيفوق وبيغطيها كويس، وبعدها بيقوم وبتكون هي متاثره بيه جدا. وبعدين بتروح تقابل صاحبتها وبتسالها صاحبتها اذا كان جوزها شكله حلو ولا لا، فبترد باو انه حلو جدا لكن هي مش معاه صوره ليه لانه مش بيحب يتصور. فبتسالها اذا كان احلى من سو حبيبها القديم، فبترد باو انه احلى بكتير كمان. وعلى الناحيه التانيه عند سو بنكتشف انه لسه بيحب باو وعايز يرجع لها، وبيكون وصل لمكان المطعم اللي هي قاعده فيه دلوقتي. ولما بتكون بطلتنا خارجه مع صاحبتها بيقابلوا شينج واللي بيكون قاعد مع اصحابه وبيعرفها عليهم. وعند سو بيكون بيدور عليها في المكان ومش لاقيها، لكن بيبقى متاكد ان هي هنا لان رجالته كلهم واقفين بره ولو طلعت كانوا شافوها. وبيكون عايز يفتح الاوض كلها لكن مساعد شينج بيرفض لان شينج ليه اكبر نسبه في المطعم ودي مش من قوانينه. والناحيه التانيه بقى بياخد شينج باو لحد اوضتهم وبيكون باو فقد التركيز خالص. وتاني يوم بتصحى وبتكون مش فاكره حاجه، لكن اول ما بتشوف شينج بتفتكر، فبتساله باحراج كده اذا كانت عملت اي تصرف ضايقه، لكن هو بيرد انه ما اتضايقش من اي حاجه. ولما بينزلوا علشان يفطروا بتتوتر باو جدا وبتقرر انها تقوم تروح شغلها، لكن وهي خارجه بتقابل مامة يان اللي بتوقفها عشان تتكلم معاها وبتسالها اذا كانت مرتاحه مع شينج ولا لا، وبتقول لها كمان انها لو مش مرتاحه تعرفها وانها في ظهرها دايما. وبعد كده بتروح باو تجيب طياره اخويان من فوق الشجره، وبيجي شينج وبيقول لها انه ممكن ينزلها بدل ما تتكسر رقبتها وهي نازله، وباو فعلا بتوافق انه ينزلها لان مفيش حل تاني. ولما بينزلوا بيفضلوا يتكلموا كتير ويضحكوا ويتريقوا على بعض، وبتكون دي اول مره يهزروا فيها سوا وبيكونوا مبسوطين هما الاتنين. وتاني يوم في الشغل عند باو بيعرض عليها اصحابها ان هم ياكلوا سوا، لكن هي بترفض وبتقول لهم انها هتروح علشان تاكل في البيت مع شينج. ولما بتمشي بيكونوا اصحابها مستغربين جدا من تغيرها ده. ولما بتطلع بره بتلاقي سول اللي مستنيها وبيحاول يتكلم معاها وبيقول لها انه بيحبها ونفسه يرجعوا تاني لبعض، لكن هي بقى بترد عليه وبتقول له انها متجوزه وانها مش بتحبه ولا عايزاه وانه يبعد عنها احسن له. وفي الوقت ده بيجي تشاو مساعد شينج وبيبعد سو عنها، فبيضطر سو ان هو يسكت وما يتخانقش معاه، وبيقول المساعد بتاعه انه ما ينفعش يعمل حاجه لتشاو لان العيله بتاعت شينج كبيره ومش هتسكت ابدا. وفي العربيه عند تشاو وباو بيقول لها تشاو انها تبعد عن سو لانه شخص مش كويس ابدا، فبترد انها اصلا ما فيش بينها وبينه حاجه وانها دايما بتتجنبه. ولما بترجع باو للبيت بيكون شينج عنده شغل كتير ومش بيكون فاضي يكلمها، فبتتضايق جدا وبتقرر انها تنام. وتاني يوم الصبح بتصحى ومش بتلاقيه جنبها، ولما بتنزل بتعرفها الخادمه انه خرج بدري بعد ما كان قاعد شغال طول الليل وما نامش، وبتقول لها كمان انه سايب لها رساله انها لو حابه تروح تقعد في الشقه اللي جنب شغلها تروح. وبتفهم انه متضايق لكن مش بتعرف تعمل ايه علشان تعرف ماله. وبعد كام يوم بتروح تقعد مع يان شويه وبيفضلوا يتكلموا، وبتقول يان لباو ان ممكن تشاو يكون حكى لشينج كل حاجه وان ممكن ده اللي يكون ضايقه او فهم غلط مثلا. وفجاه بتقوم يان متصله بشينج وبتقول له ان باو هي اللي طلبت تكلمه وبتديلها التليفون بالعافيه، وباو بتاخد التليفون بس بتكون متنرفزه منها وعايزه تتخانق معاها. وفعلا بتكلمه وبتساله ليه بقاله فتره مش بيرجع البيت، فبيرد عليها انه هيرجع النهارده وبيسالها اذا كانت محتاجه حاجه تجيبها له وهو جاي، فبتطلب منه الورد اللي بتحبه. وبعد ما بتخلص المكالمه بتقعد تتكلم مع يان اللي بتقول لها انه شخصيه عمها صعبه جدا لكن بتفضل تفهمها حاجات كتير عنه. وبعد كده بتروح يان وباو لمكان عشان يلعبوا مع الاطفال، وهناك بياخدوا بالهم ان شينج قاعد في المطعم وبيقرروا يمشوا بسرعه قبل ما يشوفهم، لكن هو بيلحقهم وبيروح ياخد باو على جنب وبيقول لها ما تهربش منه بالشكل ده بعد كده، فبترد انها مش بتهرب. فبياخدها معاه للبيت وهناك بتقول له باو انها عايزه تعترف له بحاجه، وبتقول له انها عمرها ما حبت حد بس كلمت واحد بس قبل ما تعرفه واللي هو سو طبعا، لكن بعد فتره قصيره جدا حست انها مش هترتاح معاه وعلشان كده انفصلوا. وبتبقى مستنيه منه رد لكن هو مش بيرد وبتكون هتمشي، لكن هو بياخدها وبيفتح الشباك وبتلاقي الورد اللي هي بتحبه وبتشكره. بعدها بقى بيقعدوا مع بعض، وعلى الناحيه التانيه بيكون صحابه مستنيينه لانهم متفقين يتقابلوا، ولما بيتاخر بيحسوا انه بدا يحب باو وانه علشان كده بدا يهملهم. وفي الوقت ده بيجي شينج بس بيكون معاه باو وبيقعد معاهم وطول الوقت بيكون مهتم بيها وباكلها وبيعتبر مش معاهم نهائي. وبعد ما بيخلصوا بتكون يان في المكان فبتاخد باو وبيمشوا ورا شينج لانه بيكون خرج الاول. ومره واحده بتسيب يان باو وبتجري تقول لشينج ان باو عماله تتكلم عليه، فبيبص لها شينج وبيسالها كانت بتقول ايه، فما بتعرفش ترد وبتجري بسرعه من قصاده، وهو بيروح وراها علشان يعرف وبيقول لها انها مراته وبياخدها في ايده وبيمشوا وبيكونوا مبسوطين. بالليل بقى بتستناه على العشاء لكن هو مش بيجي فبتتضايق جدا، وتاني يوم من زعلها مش بتقدر تكلمه خالص وبتروح الشغل وبيكون هو مستغرب تغيرها. وبعد ما بتخلص يومها بترجع على البيت ومش بتلاقيه وبتحس انه مش بيحبها وانه اكيد في بنت تانية في حياته. وبتكلم يان في التليفون بس فجأة بتسمع صوته فبتعمل نفسها نايمة وبيدخل وبيصحيها وبيكون معاه ورد ليها لكن هي بترفض تاخده او تكلمه حتى. وتاني يوم بقى بنشوف سو اللي بنعرف انه طول الوقت بيراقبها وما بيكونش مقتنع انها بتحب شينج وان اكيد الجوازة دي فيها حاجة غلط. وتاني يوم بعد ما بترجع من الشغل بتكون تعبانة جدا وشينج بيفضل جنبها
جنبها، لكن هي بتكون مش عايزاه. فلما بيجي قايم بتساله اذا كان بيحب غيرها، لكن هو بيستغرب وبيقول لها انه مش بيحب حد وانها تطمن. فبتساله على البنت اللي كانت قاعده معاه في المطعم، لكن هو بيرد انها مجرد صديقه وانه عمره ما يعمل معاها حاجه تزعلها وانها ما تقلقش ابدا. وبعد فتره بتروح باو على مزاد مهم جدا، وهناك بيكون سو موجود، وبتحاول باو ان المزاد يرسى عليها وسو كمان، لكن باو هي اللي بتنجح وبتكون عملت ده لانها متاكده ان المزاد مهم جدا لشينج. وبعد ما بتخرج من القاعه بيجي واحد وبيقول لها ان في شخص مهم طالب مقابلتها، وفعلا بتروح معاه، لكن بتتفاجئ ان الشخص ده هو سو. وبيقول لها سو انه عارف كل حاجه عن جوازها من شينج، وانهم مش بيحبوا بعض وان ده جواز مزيف مش اكتر، وبيديها كوبايه عشان تشربها، وهي بتضربه بعدها وبتحاول تبعده عنها. وفي الوقت ده بيجي شينج وبيبعدها عنه وبيخلي السكرتيره بتاعته تاخدها، وبيفضل يضرب في سو كتير لحد ما بيقع فاقد الوعي. اما بقى تاني يوم لما بتصحى باو من النوم بتكتشف ان الكوبايه اللي شربتها دي كان فيها مخدر، وبتفتكر شويه احداث حصلت. فبتعتذر لشينج وبعدها بتساله عن سو، وبتقول له انها مش قصدها تسال، هي بس حابه تطمن عليه وانه ما يكونش ضيع نفسه علشان واحد زي ده. فهو بيطمنها ان هو لسه عايش. وعند سو بقى بيكون متضايق جدا من اللي حصل، وبيكون معاه المساعد بتاعه واللي بيقول له انه ما ينفعش يعملوا عداوه مع شينج لانه مستثمر كبير وفي شغل بينهم كمان. بنرجع بقى لباو وشينج اللي بيكون جايب لها هديه، وعباره عن علبه الوان جميله جدا ومليانه الوانها المفضله. ولما بتساله عارف ازاي بيسرح في الماضي، وبنعرف ان شينج هو نفس الولد اللي كان معاه وهم صغيرين، وكان بيهتم بيها دايما وهي كمان كانت بتحبه. وبنعرف ان باو كان عندها اخ ومات، وانه كان صاحب شينج جدا. بيفوق شينج بقى من خياله لكن مش بيرضى يقول لها اي حاجه. وتاني يوم بتروح باو معاه الشركه وبيقابلوا شياو، وبيعرف باو عليها وانها مراته، وبيكون باو جايبه لها حلويات، لكن شينج بيقول لها انها عندها حساسيه. فبتحس باو انه بيهتم بيها اكتر منها وبتغير، وشياو بتقرر انها تمشي. وبنعرف انها معجبه جدا بشينج وانها اتصدمت لما عرفت بجوازه. وبعدها باو بتلاقي شنطتها فبتجري وراها علشان تديها لها، لكن للاسف وهي بتجري بتقع وايديها بتتجزع. فبيجي شينج بسرعه وبيشيلها وبيروحوا على البيت، وهناك بيفضل يقنعها انها لازم تهتم بنفسها اكتر من كده وما تكونش متسرعه. وعند سو بيكون عايز ينتقم منهم وبيفكر يعمل ايه، وشينج بيجيله شغل وبيكون لازم يسافر، لكن مش بيكون عايز يسيبها لوحدها، وبيفضل يعرفها تعمل ايه وهو مش موجود، وبيوعدها انه مش هيتاخر. بتروح تاني يوم باو علشان تجيب اكل، وبتلاقي المحل قفل، لكن بيجي ولد من وراها وبيقول لها تاخد الاكل ده، وهي بتدفع له من الموبايل، وبيقدر بكده انه ياخد رقم موبايلها وعنوانها كمان، وبيقعد يتصل بيها كذا مره. وبعدها بيبعت لها ورده على البيت وهي بتفكر انه من جوزها، لكن لما بتبعت له رساله بتعرف ان مش هو اللي باعت. وبعد كده بتقابل الولد ده بره، وبنعرف انه معجب بيها وان هو كمان اللي جايب الورد. فبتقول له انها متجوزه وان اللي هو بيعمله ده غلط، فبيطلب منها ترسم صورته بس، وبعدها هيسيبها في حالها وهي بتوافق وبتصوره وبتمشي. بعدها بقى بيجي لها رساله من صاحبتها، وبنعرف ان صاحبتها دي اسمها هيوان، وانها نفسها تتطلق من جوزها لانه مدمن وبيضربها دايما وانها زهقت منه. بعد كده بتروح وبيكون جالها رسائل وصور لشينج ومعاه شياو من ايام الجامعه، والرسائل بتقول ان جوزها بيحب غيرها. فبترن باو عليه وبتساله على احواله، وبعدها بتقول له هل بيحب غيرها ولا لا. فبيقلق جدا لا تكون بتحب غيره، لكن هي بتطمنه وبتقول له ان مفيش حد في حياتها. فبيقول لها هو كمان انه عمره ما حب ولا ارتبط ولا هيحب ولا يرتبط بواحده غيرها. وبعدها بتحكي له عن حوار صاحبتها، وبيقول لها انه هيبعت محاميه مخصوص تتابع القضيه، وبيطمنها وبيقول لها تطمن صاحبتها. وعند الولد اللي طلب منها تصوره بنلاقيه قاعد مع يانج اخويان، وبنعرف انه صاحبه جدا، لكن مش بيكون عارف ان باو مرات عمه. ولما بيجي خارج بيقابلها وبيقعد يقول لها انه هيساعدها تتطلق من جوزها، وبيكون فاكر ان جوزها هو اللي مدمن وانها عايزه تتطلق منه. لكن في الوقت ده بتيجي يان جاري وبتبعده عن باو، وبتعرفه ان باو تبقى مرات عمها. وبيجي شينج وبيفضل الولد يعتذر ليهم كلهم كتير، وبيكون مكسوف جدا من اللي حصل. ولما بيقعدوا علشان ياكلوا بتقول يان لباو كل حاجه عن الولد ده، وان هو صاحب يانج من وهم صغيرين، وانه بيعمل احترام لشينج زي ما يانج بيعمل بالظبط، وان شينج هو الوحيد اللي بيعرف يعاقبهم على اي حاجه غلط بيعملوها. بعدها بقى بيحتفلوا كلهم بعيد ميلاد شينج وبيكونوا مبسوطين. وبعد شويه بيرجع شينج وباو للبيت، وبتكون باو خايفه جدا ان يكون زعلان منها، وبينادلها شينج وبيخليها تحكي له كل حاجه حصلت. فبتحكي له عن الولد وازاي عرفته، وانه طلب منها ترسمه، وانه فكرها عايزه تتطلق بس هي ما اتكلمتش معاه خالص، وانها دايما كانت بتحاول تصده. وبيقول لها شينج انه بيغير من اي حد يفكر يبص لها. فبتساله باو اذا كان فعلا جوازهم ده هو معتبره جواز مدبر وخلاص. فبيقول لها ان الجواز ايا كان هو جواز ورابطه ابديه، وانه بيحبها ومش هيسيبها ابدا، وانها تطمن قلبها. وهي بتكون قلقانه جدا لكن بتقرر انها تدي لنفسها فرصه تانية. بتروح تاني يوم المستشفى مع يان، وهناك بتقابل شياو وبتديها منديل لجوزها، وبتقول لها انه كان معاها وانها غسلته، وبتطلب منها ترجعه له. ولما بيروحوا على بيت العيله بتكون باو متضايقه جدا لكن مش بتقدر تقول له اي حاجه، وبيكون باين ان هما الاتنين بيحبوا بعض. وبتروح تدخل اوضته اللي في الفيلا، وبتلاقي صوره لشياو وبتتضايق وبتفكر انه بيحبها، وبتلاقي كمان كتاب بيتكلم عن الاكتئاب. وبعد شويه بتكون معاه
في اوضتهم وبياخدها وبيحضنها وبيفضل يقول لها قد ايه هو بيحبها، وهي بتقول له انها عايزه منديل من اللي هو بيعمله بنفسه، فبيرد انه عنده كتير وانه هيجيب لها واحد من المكتب. وتاني يوم بتكون في شغلها والمديره بتاعتها بتعاملها وحش جدا وبتطلب منها شغل اوفر. وبعد شويه بتشوف المديره مع الرئيس بتاعهم في الاسانسير وبتعرف ان في حاجه بينهم، لكن بيروح وراها الرئيس وبيطلب منها ما تقولش اي حاجه لاي حد، وبيقول لها ان هو يعوضها عن كل الظلم اللي شافته من المديره. وبعد ما بتخلص شغل بتنزل وبيكون شينج مستنيها تحت وبيكون جايب لها ورد، وكمان بيكون جايب لها منديل مميز جدا عن كل المناديل، فبتحضنه وهي مبسوطه. وبيشوفهم الرئيس واللي بيكون ما عندوش اي فكره عن جوازها. وبالليل بيجي لشينج مكالمه من فرقه الانقاذ بتاعه الكوارث اللي انضم ليها من فتره، وبيكون في زلزال في مدينه تانية، فبيقرر انه لازم يسافر. بعدها بتكون باو قلقانه جدا عليه، وده بسبب ان اهلها ماتوا في زلزال، وطبعا ده مأثر عليها جدا. وعند المدير بتاعها بيكون بيتكلم مع المديره بتاعتها وبيقول لها تتجنب باو خالص لان شكلها كده في علاقه مع شينج، وانه ممكن يوديهم كلهم ورا الشمس. لكن المديره بتكون متضايقه جدا منها، فبتسرق شويه معلومات لشغل باو. ولما بتخلص باو الشغل وبتكون راجعه بتلاقي سوب في وشها وبيقعد يعتذر لها عن كل اللي عمله قبل كده. ولما بترفض انها تكلمه بيزعق معاها وبيقول لها انه بيحبها اكتر من شينج وانه احلى منه بكتير، لكن هي بتسيبه وبتمشي. ولما بترجع البيت بيرد عليها شينج اخيرا وبيطمنها انه كويس، وبتطلب منه انه يخلي باله من نفسه علشانها مش عشانه، وبتقول له يوعدها وهو بيوعدها بده فعلا. وتاني يوم بتلاقي خبر ان في زلزال تاني في نفس المدينه اللي شينج فيها، وبتفضل تكلمه كتير علشان تطمن عليه لكن هو مش بيرد عليها، فبتتوتر جدا وبيغمى عليها من القلق. وبتحلم باهلها وبالحادثه اللي حصلت معاهم وبتشوفه وهو بيهتم بيها، واخيرا بتعرف ان هو حبيب طفولتها. وبتصحى تلاقيه جنبها وبيعتذر لها كتير وبتقعد تعاتبه انه مردش عليها، وبتعرفه ان هي افتكرت حاجات من طفولتها وبتقول له يوعدها ما يسيبهاش زي اهلها، فبيوعدها ان هو مش هيسيبها. وبالليل بقى بتنام لكن برضه بتصحى وهي مفزوعه، وده لانها حلمت باخوها وانه مات لانه حاول ينقذ طفل من الغرق. وبيطمنها شينج كتير وهي بتقول له انه ما ينفعش يمشي زي ما كلهم مشيوا. وتاني يوم بتتحسن باو شويه وبترجع لشغلها، وبنعرف ان المديره نشرت كل رسوماتها باسمها وبتتهمها بالسرقه. ولما المديره بتقول لها تعتذر بترفض باو، وبيكون كل اصحابها مصدقين انها بريئه وان الرسومات بتاعتها مش بتاعت المديره. لكن للاسف الناس كلها على مواقع التواصل بيكونوا بيهاجموا باو، وبيقول لها شينج انه هيتدخل لكن باو بترفض. وبتعدي بعدها ايام عليها وهي مخنوقه جدا لانها كمان كانت بتفكر ان شينج اتجوزها علشان اخوها، لكن شينج بيروح يتكلم معاها وبيقول لها انه بيحبها هي وما اتجوزهاش عشان اخوها. فبتساله عن شياو وعن صورتها اللي في اوضته، فبيرد انها مش بتاعته وان الحاجات دي بتاعت واحد صاحبه وانها اكيد هتفهم بس مش دلوقتي. وتاني يوم بيروحوا علشان يزوروا اهلها في المقابر، وهناك بتقابل شياو وبتعرف انها كانت حبيبه اخوها وان اخوها هو اللي سابها قبل ما يموت. وبتكون شياو اعجبت بشينج بعدها بس مش بتعرف باو بده، وبتقول لها كمان انها قررت تسافر وبتتمنى لها السعاده. بعدها بقى بيجي شينج وبيحضنها وهي بتقول له انها بتشكره عن كل حاجه عملها علشانها وعشان اخوها وانه كان صديق كويس جدا ليه. وبيقول لها شينج انه مش بس بيحبها، لا ده الموضوع اكبر بكتير من انه يكون مجرد حب. ومع مرور الايام بقى بتكون بتفتكر احداث كتير من طفولتها، وكل ما بتفتكر حاجه بتروح وتحكي له وبتكون مبسوطه جدا. وبعد كام يوم بتظهر براءتها وبيقول لها شينج ان كل حاجه اتعرفت وان المديره هي اللي عملت كل ده، وبتعرف ان اصحابها فضلوا ورا الموضوع لحد ما خلوا براءتها تظهر للناس. بعدها بقى بتفتح معرض لرسوماتها وبتتعرف وبتكون مشهوره جدا والمعرض بينجح. وبيلاقي شينج بعدها واحد عايز ينتحر فبيحاول ينقذه، وطبعا بيتعرض للخطر وده اللي بيخلي باو تتضايق منه، وبتتخانق معاه انه ما التزمش ببعض وبتقول له انها كده ممكن تخسره زي ما خسرت اخوها. وتاني يوم بقى بيصحى وبيلاقيها سايبه ورقه انها سابت البيت، وبتكون مقرره انها تبعد عنه نهائي وهو بيراقبها في المخيم اللي طلعته. وبتفضل تسمع في حكاوي للناس وبتعرف ان الكل عنده مشاكل كتير ومش كل الناس حياتهم حلوه. وفي طريقها بتقابل عراف واللي بيقول لها انها حياتها هتكون حلوه جدا وان اكيد في مصايب وحاجات وحشه بتحصل لكن بيبقى فيها حاجات حلوه وانها لازم تشوف الحكمه منها. وبيقول لها ترجع لبيتها من تاني. وفي الوقت ده بتشوف بنت وبتكون هتغرق فبتجري تساعدها وبتنجح في انقاذها، وبيجري بسرعه شينج عليها وبيكون قلقان وبياخدها في حضنه وبيقول لها انه اسف وانه عارف يعني ايه حد يقلق على حد بالشكل ده. فبتعتذر هي كمان وبتقول له ان التضحيه علشان حد تاني ده شيء حلو وانها مسامحاه، وبيقرروا يرجعوا البيت تاني سوا. وبعد كام يوم في البيت بتكون تعبانه جدا وبتكون مفكره انه برد لكن بتعرف انها حامل وبتفرح جدا، وبتروح لشينج اللي بيكون واقف في نفس المكان اللي كانوا بيقفوا فيه وهم صغيرين، وبيبصوا لبعض انهم اخيرا سوا ومبسوطين. وهنا بينتهي مسلسلنا. لو عجبك المسلسل ما تنساش تحط لايك وتعمل اشتراك، ولو عندك اي اقتراح لمسلسل تاني اكتبه لنا في الكومنتات. سلام.